مرحبا، يعطيكم العافية. وصفة اليوم صينية بطاطا ودجاج، تتبيلة سهلة وبسيطة وجدا مميزة، بنصحكم تجربوها. قبل ما نبدأ خلينا نصلي على الرسول ونقول بسم الله. بالبداية بجهز الخضار، عندي بطاطا حلوة وجزر وبصل وتوم بقشره، وأكيد الدجاج الكمية حسب الرغبة، استعملوا الكمية اللي بتناسبكم. بالنسبة للتتبيلة عندي 3 ملعقة كبيرة دبس فليفلة، عندي ملعقة ونص بابريكا حلوة، عندي ملعقة كبيرة كاري، ملعقة صغيرة كركم، ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة مرق دجاج، وأكيد ما بننسى الملح، تقريبا حطيت ملعقة كبيرة من الملح، ورشة زعتر ناشف، تقريبا حطيت ملعقتين كبار، بفركهم بإيدي حتى أخذ كل النكهة من الزعتر. وبالآخر بضيف زيت زيتون، تقريبا احتاجت نص كاس من زيت الزيتون. بخلط المكونات وهيك صارت التتبيلة جاهزة. بوزعها على الدجاج بعد ما أكون عملت فيه شرحات، وعلى الخضار بعد ما أكون قشرتها وقطعتها لشرحات رفيعة. بصينية الفرن بحط فيها زيت زيتون، بعد هيك بوزع الخضار مع كل التتبيلة والصوص اللي نزل من الخضار، بوزع الدجاج فوق البطاطا، وبوزع كمان عرق من الزعتر الأخضر الناشف حوالين الصينية، وبالآخر بضيف زيت زيتون على الوجه ونص كاسة من المية السخنة. بغطي الدجاجة بورق زبدة وورق قصدير، بدخلها فرن مسخن مسبقا، حرارة تقريبا 200، الرف الأسفل، تقريبا بتحتاج من ساعة لساعة ونص. بالآخر بشغل الشواية وبحمر وجه الصينية.